مرحبا أصدقائي. اليوم التمرين الثالث من تحدي ال7 أيام حرق دهون الجسم كاملة مع شتى ترهلات الجسم. شوفوا التمرين الأخير، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس وشيروا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد من الناس. تابعوا التمرين الأخير معي. إحماء في المكان. كل تمرين رح نعمله 10 مرات. رفع الإيدين مع الركب، مرة ركبة يمين مرة ركبة يسار. بعد ما خلصت التمرين الأول رح نفتح رجلينا بهالشكل، نرفع ايدينا لفوق ومننزل لتحت مع تاني الركب 10 مرات. التمرين هذا بيساعدنا على شد وحرق دهون منطقة الأرداف مع تشغيل الإيدين. وبعد ما خلصنا التمرين رح نرتاح شوي في مكاننا، نجي للتمرين اللي بعده. بدايتين مع بعض مع دوران الخصر يمين ويسار 10 مرات. وهلأ رح يكون التمرين هون، بفتح ايدي برفع اجري مع تنزيل ايدين مع بعض، بيساعدنا على شد البطن وحرق دهون البطن. التمرين هاد مع الأرداف والإيدين هون بشكل جانبي 10 مرات. وبنعيد كل تمرين 10 مرات. بعد ما نعيد 10 مرات بنكرره 3 مجموعات، وبعدين نوقف وضعية اليمين لورا، بس اشتغل بإيدي ركمة باليسار وركلة بإجري اليمين. بعد ما نخلص الطرف اليسار 10 مرات بنبدل على الطرف الثاني. وهلأ الطرف الثاني لكمة بإيدي الأمامية وركلة ضربة بالإجر الخلفية. هون بشد بركز على حرق دهون الإيدين مع الأرداف. مثل ما حكيت التمرين هذا حرق دهون الجسم كله. اليوم الحلقة الثالثة من تحدي 7 أيام. وهلأ التمرين رح يكون نفسه، بس رح نستخدم الجامب في المكان، بعدين لكمتين في الإيدين وركلة بالإجر اللي ورا 10 مرات. بعد ما خلصت الإجر اليمين رح أبدل على الطرف الثاني نفس التمرين، قفز بالمكان، بعدين أشتغل بإيدي، بعدين الإجر اللي ورا لكمتين في الإيدين سريعات، بعدين ركلة بالإجر الخلفية 10 مرات لكل تمرين. وهلأ بعد ما خلصنا التمرين نجي للتمرين الثاني، هو قفز فتح الرجلين مع رفع الإيدين تلتين للأمام. وبعد ما خلصنا تمرين القفز رح نستريح شوي في المكان، بعدين نفتح رجولنا التنتين مع بعض، انزل سكوات، بعدين ارفع ركبة مرتين مع الكوع معاكس، مرتين يمين ومرتين يسار. قبل كل تمرين انزل واطلع لحتى اشغل منطقة الارداف المؤخرة مع بعض. وبتمنى تكتبوا لي كمان رأيكم في التمرين بالتعليقات. أي سؤال كمان سجلوا لي عليه بالتعليقات لحتى أجاوبكم عليه.
نستريح بالمكان بعد كل تمرين من 5 ثواني ل10 ثواني. هلأ هون مع بعض أرفع ركبي في المكان جري سريع مع اللكمات في الإيدين عشان يكون في حرق أكتر للدهون. بعدين في المكان إطالات بسيطة، نظم نفسي. هلأ التمرين بهالشكل، أفتح إيدي للصدر للأخير، مرة مفتوحين للأخير ومرة بالكوعين مع رفع الركب مرة يمين مرة يسار. التمرينات بيساعدنا على شد الصدر، حرق دهون الإيدين مع الأرداف والبطن. بعد ما خلصنا 10 مرات نرتاح شوي في مكاننا، بعدين نيجي للتمرين اللي بعده بهالشكل، قفز حرف إكس مع تحريك الإيدين 10 مرات. تمارين سهلة ومفيدة. كمان بعد التمرين هذا بنستريح شوي، نيجي للتمرين اللي بعده موبي تيست. أطلع مرة ركبة يمين عكس كوع اليسار، يمين ويسار، كمان 10 مرات. التمرين هذا بيشد الجسم كامل. وبعد ما خلصنا التمرين نرتاح في مكاننا كمان. نيجي هلا للتمرين اللي بعده بهذا الشكل، قفز رفع الركب لعند مستوى الإيدين، بيساعدنا على حرق أكبر للدهون. بعدين ننزل ننشف الإيدين ونرجع لفوق بنوقف مكاننا. بالتمرين هذا بنشد الإيدين كمان. وما ننسى كل تمرين 10 عدات نعمله ونكرره 3 مجموعات. وهلا بعد ما خلصنا ال10 مرات نريح شوي في مكاننا وبننزل لتحت نعمل تمارين البطن جدا مهمة. هون نشغل البطن السفلية والوسطى مع بعض، إذا اجينا التنتين مع بعض نقربهم لقدام ونسحبهم ورا. نعملهم 10 عدات 10 مرات. بعدين المقص تبادل الإجرين كمان 10 مرات، بيساعدنا كتير على حرق دهون البطن السفلية والوسطى مع بعض. مثل ما حكيت دائما كل تمرين نكرره 3 مجموعات. نريح شوي بعد ما عملنا تمرين البطن، وبعدين بنوقف، وهيك بنكون خلصنا تمريننا لليوم، عبارة عن حرق دهون الجسم. كان اليوم الثالث من تحدي ال7 أيام كارديو حرق دهون الجسم كامل مع شد ترهلات الجسم كله. بتمنى يكون الإفادة موجودة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، وشيروا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد من الناس. واستنوني بالحلقة الرابعة من تحدي 7 أيام. مع السلامة.